اهلا بيكم، السلام عليكم. وده تاني فيديو ليا، وانا قلت اعمل لكم كيكه البرتقال بمقادير بسيطه جدا وهتعجبكم قوي. تعالوا معانا نشوف المقادير. هنا كوبايه سكر واربع بيضات، وهنا عصره برتقانه واحده بس، يعني ده عصير برتقانه واحده بس. وهنا 2 بيكنج باودر و2 فانيليا، وده برتقال مبشور برضو 4 برتقانات مبشوره. عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك، بس انا عملت 4 برتقانات. وهنا كوبايه لبن، وهنا كوبايه الا ربع بالظبط كده زيت، و3 كوبايات دقيق. هنعمل دلوقتي معانا وهنمشي مع الخطوات واحده واحده. هنا دلوقتي جبت خلاط هحط فيه بقى المكونات بتاعتي واحده واحده. اول حاجه هحط الاربع بيضات كده. انا حطيت الاربع بيضات وهحط عليهم كيسين الفانيليا. هضرب البيض شويه وهرجع لكم. ودلوقتي هنحط كوبايه السكر اللي احنا جبناها، تمام، وعلى كوبايه الزيت اهي واحده واحده معاكم. ومعانا اللي هي عصير البرتقانه واحده، حطيناهم ونضربهم برده شويه وهرجع لكم تاني. كده انا خلاص حطيت اللي هي المكونات وضربتها كويس. تاني حاجه هحط هنا دلوقتي قشر البرتقال، تمام، وكوبايه اللبن، تمام، وهرجع اضربهم وارجع لكم تاني. معانا بقى بعد ما ضربنا خلاص الحاجه كلها في الخلاط، هنحط 3 كوبايات دقيق، ثلاث كوبايات كامله، وهحط كيسين بيكنج باودر. هحط كيسين البيكنج باودر، انا بحب احط كيسين بيكنج باودر. تمام، وهخلط المكونات دي كلها مع بعض. طبعا انا نخله الدقيق كويس جدا، وشغلت الفرن على درجه حراره 180. وهحط بقى المكونات بتاعتي كلها كده عليها، تمام، هضربها وهخلطهم كويس جدا. هخلطهم وارجع لكم اهو. خلاص احنا ضربنا العجينه كويس وهي بقت تمام خالص، وانا عايزاها السمك ده، هو السمك ده مظبوط ده، تمام. خلاص انا جبت هنا صينيه عملتها بزيت وحطيت دقيق عليها، حفرتها بدقيق، تمام، وهنزل عليها العجينه بتاعتنا. لازم تسخني الفرن، لازم تسخنيه قبل ما تدخليها. ولو في زبيب يا ريت كنتوا تحطوا فيها زبيب، بس للاسف خلص من عندي مفيش. المره الجايه هعملها لكم بزبيب. تمام اهي، هدخلها الفرن وهرجع لكم يا جماعه. خلصت معانا ونطلعها دلوقتي نفتحها وهوريها لكم. بعد ما طلعناها قطعتها قدمتها لكم في طبق. بصوا عليها ازاي جميله جدا. بصوا القطعه بجد جميله، بصوا هشه جدا وطريه وجميله جدا. جربوها بجد مش هتندموا، وان شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا، مع السلامه.